السلام عليكم. إن ثراء اللهجة التونسية جعلها محل اهتمام من برشا أشقاء عرب. فمنذ ما يزيد عن شهر تقريبا هناك مؤثر خليجي وأظن أنه سعودي مهبط فيديو لقاء برشا تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن اللهجة التونسية وخاصة بالذكر كلمة برا، وكيف أن التوانسة يستعملوها كيفما شاءوا وأينما شاءوا وبسلاسة غريبة. في حلقة اليوم من بودكاست درة وخاصة في فقرة أصل الكلمة باش نحاولوا نجاوبوه ونجاوبوا بعض التوانسة على أصل كلمة برا في اللهجة التونسية الرائعة. لكن قبل ما نبدأ فضلا وليس أمرا اشتركوا في بودكاست درة وفعلوا الجرس ودعمونا بإعجاب وبارتاج حتى نستمر في تقديم الإضافة. يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الروم الآية 41 بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي هذه الآية كلمة البر بفتح الباء تعني اليابسة، أي الأرض وما عليها من كل شيء غير الماء، إذن البر هو عكس البحر، وبالتالي أخرج إلى البر أي أخرج من البحر إلى اليابسة. أعطت التونسي أول المصطلحات المربوطة حتما بالبر اللي هي برا أخرج. وهنية نكتشف أن كلمة برا عند التونسي معناها الحرفي هي أخرج، مثل برا ألعب أو برا أخدم على روحك وغيرهما. لكن التوانسة ما خلوهاش في ذات المعنى وزادوها معنى مجازي رائع دليل على توسع ثقافتهم، مثل برا خليني أي اتركني وحدي، برا تو نجيك أي سألتحق بك، برا اتكلم أي عبر عما في داخلك أو أخرج ما في داخلك وغيرها. إذن كلمة برا في تونس ولت كلمة وظيفية استعملوها في إعطاء الأمر كيما برا أخرج، ونستعملوها زيادة في التشجيع كيما برا هكاكا، أو حتى في إنهاء الحديث مثل برا أفك. وكل هذه التأويلات مربوطة بأخرج حرفيا أو مجازيا. أيضا في اللغة العربية الجميلة الجملة برؤ الشيء تعني بان وتوضح وأصبح مفهوما، يعني مفهوم فعل برؤ هو بان وتوضح وصف. وهني التونسي عندما يقول لك برا فهمتك يعني بها أنا فهمت الشيء الذي تقصده. إذن برا الآن ليست لها نفس مصدر البرا اللي هو عكس البحر، واللي هي عند التونسي أخرج رغم أن اللفظ واحد. وبما أن التكرار يراد به في العربية الفصحى التوكيد، فإن التونسي عندما يقول لك برا فهمتك يعني بها التأكيد على الفهم ووضوح الرؤية. الخلاصة كلمة برا في اللهجة التونسية سواء بالألف أو التاء المربوطة هي ذات مصدر قوي في اللغة العربية، وتعني أخرج حرفيا أو مجازيا، وتعني الوضوح والفهم أيضا. وأخيرا يريد تشرفونا بتعليقاتكم باش تعمل فائدة. وإذا عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في البودكاست وتفعيل الجرس وتدعمونا بإعجاب وبارتاج حتى تستمر البودكاست في تقديم الإضافة. شكرا على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء في أصل كلمة أخرى.